حاليا هي المغرب المتصدره في الكاليتي وفي النتائج. هي الكاليتي والنتائج سيرتو ليكيب ناسيونال اللي عملته في كوب دي موند هي تخول لها باش. اهلا وسهلا بكم في قناة مستر بالو في فيديو جديد. اصدقائي في هذا الفيديو غادي نسمعوا اشنو قال الاعلام التونسي على قيمة اللاعبين المغاربة اللي كينشطوا في اكبر الدوريات الاوروبية واللي كينافسوا هاد السنة في الفرق ديالهم على دوري ابطال اوروبا، وابرزهم بطبيعة الحال اشرف حكيمي اللي كيقدم هاد السنة مستويات كبيرة سواء مع المنتخب المغربي وكذلك فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي. كذلك في الفيديو نسمعوا اشنو قالوا على تواجد اسم لاعب التنس الاسباني رافائيل نادال في الدورة اللي عدت دور الاطوار ديالها بمدينة مراكش المغربية. قبل ما تشاهدوا الفيديو ديروا لنا شلويك وشاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد دائما. يلا خوتي نخليكم تشاهدوا الفيديو. العربي يعني ما فماش برشا. احنا مثلا نقولوا في اللو نيفو، نحن نقولوا اللو نيفو فماش برشا شكون يكور يلعب تيتولار وفي اللو نيفو. حكيمي احسن ظهير ايمن في العالم. تو هكا ولا عندنا كعبتين وكعبه، يعني عندنا كعبتين وعندنا صلاح وعندنا محرز وعندنا الباقي من المغرب. لانه الباقي حتى احنا بتشوف تجي تشوف تقيم تونس احنا كلها ديما يا ما لعبوش يا ديفيزيون 2 يا في بطوله ضعيفه. شكون لعب ربع نهائي في بطوله ضعيفه ليج. لا ما نحكوش على عندنا عبد النور على الاستمراريه وعلى النوفو، نحكوا على الاستمراريه وعلى اللو نيفو. يمكن لا كانت قبل عندنا الكاليتي حق. تويكا نحن نمروا بفتره انتقاليه وهما في الاوج نتاعهم. توا حاليا هي المغرب المتصدره في الكاليتي وفي النتائج. هي الكاليتي والنتائج سيرتو ليكيب ناسيونال اللي عملته في كوب دي موند هي تخول لها باش تسوق. اكبر حاجه تنجم تسوق للملاعبيه، اكبر حاجه تنجم تخلي الملاعبي يخرج من جمعيته ويمشي يحترف في احسن البطولات واحسن الجمعيات. ديما النتائج تستقطب محمد. نعم تسوق وتستقطب. صحيح تستقطب هذيك حاجه اخرى. لانه نحن نحكيو على المغاربه اللي كونتهم المغرب واللي يلعبوا في ليكيب ناسيونال المغرب، ولاد المغرب يلعبوا لبرا. يعني قلت لك البيرفورمانس اللي عملتها ليكيب ناسيونال تخول لها باش هي تدلل وين تحب مثلا تسوق ولادها، والنتائج هي اللي تصنع الفارق. واضح اليوم انه المغرب عندها بصمه في الشامبيونز ليج في كره القدم العالميه من خلال ملاعبيه كبار. ما فما ملاعبيه اخرين مثلا لعبوا في ادوار اولى في الشامبيونز ليج كيما زياش باسمه زياش هز الشامبيونز ليج زياش مع فريق تشيلسي الانجليزي وجدي. المغرب عندها اسبقيه على البقيه تو في الفتره الحاليه، ومش مش صدفه. اسبقيه على جميع المستويات واسبقيه على طول واسبقيه بعيده برشا، بعيده معناها اسبقيه لا مجال للمقارنه. وذي ثمار العمل الجاد، وذي ثمار الاستراتيجيه الواضحه على المدى المتوسط وعلى المدى القريب وعلى المدى البعيد وعلى اي مدى نحبوا عليه. المغرب اليوم في تطور واضح، امكانيات متوفره، حسن التوظيف، لا بون جيستيون، يعرفوا شو يحبوا، يعرفوا شو يعملوا. الدوله مستثمره في الرياضه وهذا قرار ملكي. معناها الدوله ظاهره، معناها اليوم اللي يحب درابو بلاده يرد الدوله اكيد يستثمر في الرياضه. اقرب مجال واقرب ثنيه باش ترفع درابو بلادك في جميع المحافل الدوليه والاقليميه وكل شيء هي الرياضه. ولا قبيله انا باش نبعد بك شويه على كره القدم. خبر نقرا فيه انه دوره مراكش للتنس ATP 250 تتفاوض مع رافائيل نادال للقدوم للمغرب ولعب الدورة. تعرف انه في التنس فما وجدي مبلغ للمشاركة يتسمى بارتيسيبيشن في. اكيد رافائيل نادال باش يطلب مبلغ باش ياخذوا. فما مفاوضات. كان رافائيل نادال قبل ان يشارك في الاراضي الترابيه في دوره مراكش اللي تعرف هي تو قطب في السياحه ولي توريست الكل من كامل انحاء العالم يحبوا يجيوا لمراكش ويشوفوا المرافق السياحيه لمراكش مثلا في رياضه التنس. هاك تشوف شنو قاعد صاير. شوف اليوم امين شوف باش تصديقا لكلامك اللي صاير باش تخلط الهدف نتاعك يلزم فما برشا عديد الاطراف وبرشا طرق. اليوم انا ناكد لك انه لو ما تفهموش وبيان رافائيل نادال رفض في الموسم هذايا ولا في الموسم الجاي وقتاش هما المناسبه نتاعو. هو قريب يعتزل، هو مازال 2024 هكا ولكن يعاودوا ما يسلموا ما يجيبوا واحد اخر مصنف معناها في التصنيف الاول. يجي الكراز اليوم كيف الكراز مثلا. اليوم تشوف انت البلدان اللي خذات واللي بعدت اشواط كبيره كيما مثلا قطر اليوم انت تعرف. قطر الامارات السعوديه. قطر اليوم حتى الامارات اليوم فما كل عام دوره في جانفي، دوره نتاع رجال ودوره نتاع نساء. معناها المصنفين ذولي التوب 10 توتال انرجي كل عام هذا خويا
هذه يا خويا المشاريع في انتظار انه يكون عندنا دورات في رياضات مختلفه ونستقبلوا هذه ما عادش تقولها في انتظار به. اما غريبه شويه تحسها غريبه شويه. لا بوليميك تحكي عليها برشا يعاودوا يعيطوا له مره اخرى في انجلترا. والله قال لك مشاورات وقال لك انا نحترم رايه جارث ساوث جيت، نحترم راي بين وايت اللي رفض تمثيل انجلترا. المشاورات اللي موجوده في تونس مع اللاعبين لا اكثر اللي نسمعوا فيهم من الكوب دافريك لتوا. اغلب مشاورات في العالم صارت مفاوضات مش مشاورات. مفاوضات معناتها تصور انت ملاعبي كيما درشكون اللي هذا قال لهم بالله اعطوني شي وقت انا عندي دي زوفر باش نشوف اموري. تحكي الحنا باع المجبري انت تو. بيان سور. تحكي الحنا باع المجبري اللي ما جاش. ما نعرفش ما صارت حتى ندوه صحفيه على الاختيارات يا وجدي في الاختيارات في المنتخب الوطني التونسي. علاش لم يتم استدعاء واحد يقول له لماذا لم يتم استدعاء حنا باع المجبري؟ معناها هذوما كل اسئله احنا نحبوا اجابه عليهم. يا اخي صارت كونفيرونس دو بريس ما صارش قلت لك علاش ما نعرفش علاش. قل كان علاش باش يتفاداو الاسئله هذه، باش يتفاداو الاجوبه. لكن من حقنا نحن كاعلام كجماهير تونسيه اطلبوا كونفيرونس دو بريس اجابات على الاسئله هذه الكل. علاش هذه المره السابقه هذه ولا أصدقائي كما شاهدتوا في الفيديو الإعلام التونسي كيهضروا على اللاعبين المغاربة اللي كينشطوا في الدوريات الكبرى على مستوى أوروبا واللي كينافسوا هذه السنة على دوري أبطال أوروبا، وأبرزهم بطبيعة الحال أشرف حكيمي مع فريقه باريس سان جيرمان، وكذلك مزراوي مع فريق بايرن ميونخ الألماني. سمعنا شنو قالوا على قيمة اللاعبين المغاربة وكذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي كتقوم بعمل جبار على مستوى تطوير كرة القدم على مستوى المنتخبات السنية وكذلك منتخب الكبار، وجلب لاعبين في مستوى عالي كيخليو القيمة ديال المنتخب المغربي تعلى وزيد تعلى، وهذا الشيء اللي كنتمناوه بطبيعة الحال باش المنتخب المغربي يقدم مستويات كبيرة في الاستحقاقات القديمة. كنعرفوا بأن المنتخب المغربي مقبل على استحقاقات وتظاهرات كبيرة، أولها كأس إفريقيا التي ستقام في المغرب 2025، كذلك كأس العالم الذي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، واللي الكل كيراهن على المنتخب المغربي لما لا الفوز بكأس العالم بعد ما حقق إنجاز كبير في قطر بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي كيحقق هذا الإنجاز. صراحة العمل اللي كيقوم به السيد فوزي القجع وكذلك وليد الركراكي كيبقى كيعطي الاكل ديالو رغم الاخفاق الاخير اللي كان بدولة الكوت ديفوار اللي صراحة رجع لعدة اسباب منها الحرارة والرطوبة اللي مسعفت دول شمال افريقيا في تقديم مستويات كبيرة. إخواني أخواتي إلى هنا كيتسالي هذا الفيديو. لو وصلتوا حتى لهذه المرحلة دليل على أنكم أوفياء لهذه القناة. كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالمواضيع اللي جات في هذا الفيديو، وإلا كانت عندكم تساؤلات ممكن أنكم توضعوها في خانة التعليقات. كنتمنى كذلك أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا الجديد ديالنا دائما. يلا خوتي ما بقى لي إلا نودعكم، تبقوا على خير.